السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معاكم أميرة في قناة الحلم الذهبي. النهاردة هنتكلم عن رؤية الشعر في المنام للمرأة بيدل على ايه. بس قبل اي حاجة ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تصلوا على النبي في بداية الفيديو. يلا نبدأ الفيديو ونشوف رؤية الشعر في المنام بيدل على ايه. ولأن الشعر في المنام بيدل على الزينة، أو هو في الحقيقة بيدل على زينة المرأة، فكمان في المنام بيدل على حاجة كويسة لو كان شكله كويس. فمثلا الست أو البنت العزباء لو شافت في المنام شعرها جميل وكويس، فده دليل على خطوبة ليها وزواج. طيب لو شافت ان شعرها كان مقصوص بشكل مش كويس، ده دليل على فركشة خطوبة لو هي مخطوبة، او شوية مشاكل وامور في حياتها. طيب لو قصت الشعر بشكل متساوي وكانت فرحانة بيه وكان جميل، ده دليل على تجهيز لمناسبة. ولأن أغلب الستات بيقصوا شعرهم من الأطراف، وده عشان يسووه مع بعض أو عشان يتخلصوا من التقصف، فده كمان دليل على تخلص من أذى وهموم ومشاكل ده في حياة المرأة. وكمان بيدل على ترتيب أمور أنا بحسها أمور بتتساوى، يعني تسوية خلافات. كمان الشعر في المنام بيدل على المشاعر، لأن من اسمه اقتبسنا كلمة مشاعر. وقص الشعر بشكل سيء معناها كسر المشاعر أو أذيتها. طول الشعر وسواده في المنام بيدل على العمر، وكمان بيدل على وفرة المال. إن شاء الله أشوفكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.